السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ألذ وأخف وأطرى كفتة فراخ سهلة وسريعة وكل حاجة حلوة فيها، والأهم إنها طعمها ولا صدر فرخة حطه في الكبة وهحط عليه بصلة كبيرة فلفلة حمرا متقطعة، وأحط عليهم تقريبا نص كوباية من البقدونس المفروم وثلاث فصوص من الثوم، والتوابل بقى بتاعتنا معلقة صغيرة من كل الحاجات دي، ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكاري وكركم، وعليهم بيضة، ونضرب كل الحاجات دي كلها مع بعض لغايه لما تتفرم ناعم خالص. نجيب طبق وندهنه بمسحه بسيطه من الزيت، وندهن ايدينا كمان زيت حته صغيره نكورها، وبعدين نبططها رفيع كده اهو، مقاسها ما يكونش كبير ولا صغير، متوسط كده. عاملين كميه حلوه قوي ما شاء الله، وشكلها تحفه حتى قبل ما تستوي. فيها ربع كوبايه من الزيت، ما تاخدش وقت طويل على النار، يا دوب كده دقيقتين تقريبا، وبنقلب على الوش التاني وخلاص كده. دي اسهل واحلى طريقه لكفته الفراخ، جربت طرق كتير ليها ودي من احسن الطرق لكفته الفراخ. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.